خشانة الراس والتعنتير اللي دايرينه هذا الجماعة اللي الفوق سيؤدي بنا إلى بطريقة غير مباشرة نحيل الجنسية وسط كنبي يديروها السجل التجاري يبيعوا ويشروا بها. منذ بداية الأزمة ما بين الجزائر وفرنسا أنا قلت وما زالني نقول أنه الأزمة ستزداد وتتعقد أكثر. وكانت الأنباء الجزائرية تقول أو تكتب: لقد أدلى رئيس الجمهورية الفرنسية من البرتغال بتصريحات تهدئة من شأنها التخفيف من حدة الأزمة في العلاقات الجزائرية الفرنسية التي لم يسبق لها أن بلغت هذا المستوى من التدهور. وتضيف وكالة الأنباء: لكن للأسف وبعد ساعات قليلة فقط من تصريحات الرئيس الفرنسي أعطى وزير داخليته الحاقد تعليمات لمصالح شرطة الحدود بطرد زوجة سفير الجزائر بمالي، حيث تم منعها من دخول التراب الفرنسي بحجة أنها لا تملك المال، وذلك على الرغم من أن زوجة الدبلوماسي كانت في وضع قانوني حيث قدمت شهادة الإيواء وثيقة تأمين وبطاقة ائتمان زوجها. وطبعا الجملة الأولى عجبتني مليح، أن وكالة الأنباء الجزائرية ناطق رسمي باسم الحكومة بدأت تتفطن للمؤامرة. يعني مصالح رئاسة الجمهورية، مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية، ومن خلال وكالة الأنباء الجزائرية عادت إلى رشدها وبدأت تشعر بحجم المسؤولية الكبيرة جدا التي يتحملها الرئيس الفرنسي ماكرون. إذا تذكروا منذ بداية الأزمة ما بين الجزائر وفرنسا ومنذ توقيف الكاتب صنصال أو العميل صنصال، أنا قلت وما زالني نقول أنه الخاسر الأكبر في هذا الصراع هو الحكومتين الوسطيتين المعتدلتين في الجزائر وفرنسا، لأن المستفيد الأكبر من توتر العلاقات الجزائرية الفرنسية هو اليمين المتطرف في فرنسا واليمين المتطرف في الجزائر. هذول المستفيدين. ليس من مصلحة فرنسا الرسمية، يعني الرئيس الفرنسي ماكرون، أو دعوني أقول ليس من مصلحة جناح ماكرون توتر العلاقات الجزائرية الفرنسية، ليس من مصلحته، لأنه توتر العلاقات الجزائرية الفرنسية سيؤدي في النهاية إلى فشل وضعف وإسقاط الرئيس الفرنسي ماكرون لمصلحة اليمين المتطرف، وبالتالي الأزمة ستزداد وتتعقد أكثر. يعني ما نحن عليه الآن من علاقات متوترة وعلاقات سيئة للغاية مع فرنسا بعد فشل الحكومة الوسطية المعتدلة في فرنسا، بالرغم من أنه فيها هيمنة لليمين المتطرف، إذا سقطت الحكومة الحالية للرئيس الفرنسي رايح تكون حكومة يمين متطرف 100%، واحتمال كبير، أقول احتمال كبير، سقوط الرئيس ماكرون. يعني ممكن سحب الثقة من الرئيس ماكرون، ممكن إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، ممكن، يعني كل الاحتمالات واردة. ولكن المؤكد في كل هذا هو فوز اليمين المتطرف، وبالتالي يعني نوصل لدرجة من القطيعة، ليس توتر علاقات بل قطيعة لا تخدم البلدين. وأقولها وأنا مانيش راني هنا ما عندي حتى مصلحة في فرنسا، راكم عارفين ظروفنا في فرنسا، ما عندي حتى مصلحة، ولكن راني نقولها، نقول له في أزمة خانقة الجزائريين اللي عايشين في فرنسا. يعني من أجل شخص واحد اللي هو صنصال رايحين يدفعوا 6 ملايين أو أكثر من 6 ملايين جزائري في فرنسا يدفعوا الثمن، بما فيهم
بما فيهم حاملي الجنسية المزدوجة الفرنسية. يعني مش فقط الحراقة، لا، اليمين المتطرف يبدأ لك بالحراقة، ومن بعد كي يبدأ لك باللي عندهم إقامة لمدة عام يبدأ يصفي فيهم، ومن بعد باللي عندهم إقامة 10 سنوات، ومن بعد باللي عندهم جنسية. راح تروح كيما هاد. اليمين المتطرف البرنامج نتاعو هو قطع أي صلة مع الجزائر والجزائريين. يبدأ لك بالحراقة، قال يا خويا شوفوا الحراقة ما نقبلوهمش ورحلوهم وكذا وكذا، ومن بعد يبدأوا لك باللي عندهم إقامة عام، بعد يبدأ لك بالإقامة عندهم 10 سنين، ومن بعد يوصل لك اللي عندهم جنسية مزدوجة ويخيروهم، يا إما تولي فرنسي 100% وتسمح في الجنسية الجزائرية، يا إما ترجع لبلادك. في الحالة هذه ندخلوا في واحد الأمر آخر اللي مانيش حاب نتكلم عليه الآن، اللي عنده علاقة بتقسيم البلاد، اللي عنده علاقة بمشروع تقسيم الجزائر إلى أقاليم ودويلات. إذن أنا لما كنت ننصح ونقول يا ناس اتقوا الله في أنفسكم وفي الجزائر، لأني كنت متأكد أنه تخشانة الراس والتعنتير اللي دايرينه هذا الجماعة اللي الفوق سيؤدي بنا إلى نقطة اللا رجعة وإلى نقطة الندم. لماذا؟ لأن الوسط في فرنسا، المعتدلين في فرنسا بما فيهم الرئيس ماكرون، لا يريدون أن تصل العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى ما وصلت إليه وإلى ما ستصل إليه في قادم الأيام والأسابيع، لأنه رئيس الوزراء يعني يعطي تهديد، يعطي مهلة تاع 4 أسابيع 6 أسابيع. أنا أعطيكم مش أسمع شهر ونص، يعني من الماي لافين أفريل ماي لما تديروا والو راح أمر خطير هذا التهديد. لكن الرئيس الفرنسي لا يريد. أنا متأكد أنه ماكرون راهو تحت ضغط كبير وكبير جدا، مش قادر يغضب اليمين المتطرف لأنهم يقلبوها عليه، ومش قادر يغضب الطرف الجزائري لأنه شايف أنه من مصلحة فرنسا عدم الدخول في هذا الرواق أو في هذا المستنقع. إذن المحيطين بالرئيس الفرنسي ماكرون نصحوه بخطاب متوازن فيه نوع من الليونة، وهذا هو المطلوب في الوقت الحالي. السؤال: هل لدينا مستشارين يحيطون بتبون ينصحونه نفس النصيحة التي نصح بها مستشاري ماكرون؟ هذا هو السؤال. هل لدينا ناس عقلاء رجال دولة في الجزائر ينصحوا تبون أنه يهدي اللعب وأنه يرقد كما يقول لك الناس الشيطان اللي راهو يلعب بين الجزائر وفرنسا ويراعي مصلحة الجزائر؟ هذا هو المطلوب. شتو علاش أنا نقول لكم نحن بحاجة إلى رجال دولة، نحن بحاجة إلى مستشارين، نحن بحاجة إلى دبلوماسيين محنكين يحيطون بالرئيس تبون يصوبونه عند الضرورة، لأنه ماكرون عنده مستشارين، عنده رجال دولة، عنده دولة عميقة تنصح الرئيس ماكرون، قال له هدي اللعب، أمور راح تنفلت وراح تخرج في طريق مش مليح، إذن رقد اللعب. تصريح الرئيس الفرنسي ماكرون من البرتغال يدخل في هذا الإطار، وهو محاولة تهدئة الأمور، محاولة يرقد اللعب. الآن الكرة في مرمى تبون، نعم الكرة في مرمى الرئيس الجزائري تبون. نتمنى أنه يكون عندنا ناس عقلاء يتلقفوا رسالة ماكرون وخطاب ماكرون بصدر رحب، وقال نعم هذا التوتر لا يخدم بلدين، من مصلحتنا تهدئة اللعب هذا وعدم كما يقول لك الناس إعطاء فرصة، أو بالأحرى تفويت الفرصة على المتطرفين هنا وهناك، على المتطرفين هنا وهناك. إذن اليوم رسالة أو كلمة أو مقال هذا وكالة الأنباء الجزائرية أنا أشوف فيه باللي نوع من الفطن، والناس كانت خاطتها السكرانة وفاقت. قال لك في الوقت الذي رئيس فرنسي يحاول كذا، هذه قلناها لكم من الأول، هذه منذ بداية الأزمة قلنا لكم أن الرئيس الفرنسي لا يريد هذا الطريق، لكن راهو مدفوع دفعا، راهو محتمين عليها أنه يروح لهذا الطريق، شافها باللي راح تخلط الحالة بزمزة أو بدا يهدي أو بدا يحكم فرامة. الرئيس الفرنسي لا يريد، إذا لازم نساعدوه.
لازمنا نساعدوهم، مش لمصلحته، لمصلحتنا، لمصلحة الجزائر، لمصلحة الجزائر ولحماية مصالحنا في فرنسا. علينا أن نساعد الرئيس ماكرون من أجل التخلص من خصومه اللي راهم مادين العلاقات الجزائرية الفرنسية للواد. نعاود نرجع للأزمة تاع صنصال، لن تفيد الجزائر. أنا واحد من الناس لو كان جيت عندي مسؤولية في الجزائر، قضية صنصال ما تكونش نهائيا. والآن ما زال عندنا فرصة، يعني اللي راهم يتخيلوا أننا لو نتصرف في قضية صنصال بما يخدم مصلحة البلدين وبنوع من الحكمة، معناتها يقول لك شغل تراجعنا وكذا. لا، أنا بالنسبة لي خطاب الرئيس الفرنسي في البرتغال يجب أن يقابله في الجزائر قرار سيادي من الرئيس عبد المجيد تبون أنه يصدر عفو بمناسبة شهر رمضان، يصدر عفو مؤقت لظروف إنسانية على صنصال، ويديروا تحت الرقابة القضائية. ما قلتش يطلقوا يروح لفرنسا يسب، لا، يعني درجة تخفيف لتخفيف الأزمة. قال بأمر من رئيس الجمهورية ولظروف إنسانية، لأنه السيد مريض والسيد كبير في السن، لظروف إنسانية بمناسبة شهر الرحمة والغفران، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون يصدر مرسوم رئاسي. مرسوم رئاسي بصيغته القاضي الأول قال مانيش عارف أنا يلقوا لها صيغة قانونية مخرج قانوني، قال عفو، أو على الأقل غرفة الاتهام في مجلس قضاء العاصمة قال تصدر أمر بإفراج المؤقت على المتهم صنصال ووضعه في الرقابة القضائية، تحت الرقابة القضائية. على الأقل تهدأ الأمور مؤقتا إلى حين يعني دراسة كل المشاكل هذه ونخرجوا مخرج. لأنه بقاء صنصال في السجن لا يخدم لا الوطنيين المعتدلين لا في الجزائر ولا في فرنسا، بل يخدم اليمين المتطرف. عندنا جماعة قاطع دابر فرنسا وجماعة تطاختك الهيشر القاشي الراشي يعجبهم الحال، أو جماعة اليمين المتطرف في فرنسا اللي راهم يشعلوا في النار. هذا هو اللي تخدمهم قضية صنصال. قضية صنصال ما عندها حتى فايدة، عنده حتى فائده. سيدي عبر على رايه وكذا بلي المغرب بلي الاراضي الجزائريه مغربيه، مبروك عليك. تراك تقول بلي معسكر وكذا، مبروك عليك يا خويا. بقى الاخر ممنوع من دخول التراب الوطني، والباسبور ما نعاودلوش. الباسبور تاعو الجزائري وقتاش يموت 2026 2027 2028 ما نجددهولوش. عادي، ما كان والو، حاجه بسيطه، ما كان والو. صار كي يموت له الباسبور الجزائري ما نجددلوش. عندك باسبور فرنسي الله يسهل ما نزيدش نجدد لك بطريقه غير مباشره، نحيلوا الجنسيه وصلت كنبي، بالاضافه الى منعه من دخول التراب الوطني. هذا هو الاجراء اللي ديروا معاه. يا اخي هو حب يهدر، حب يعبر عن شعوره، وحب شعورك من باريس، لكن باش توصل لدرجه انه واحد في عمره 80 سنه ندخلوا السجن ومريض وعنده كل المشاكل، وبعد كده نزيد المشاكل السياسيه، واعطي فرصه لي المتطرفين هنا وهناك أنهم يستثمروا في القضية وأنهم يديروها سجل تجاري يبيعوا ويشتروا بها. ما كان ليحدث هذا لو كان الرئيس تبون محاط بمستشارين ودبلوماسيين ورجال دولة وناس في المستوى. للأسف الشديد ما كان ليحدث هذا الشيء أو هذا لا شيء لو واحد زوج ثلاثة. نعاود نقول أنه الوقت ما فاتش، الوقت ما فاتش، ما زال بإمكاننا حل هذا المشكل وطي هذه الصفحة، ما نقطعوهاش نطويوها، خاصة وأنه الرئيس الفرنسي ماكرون هو الذي بادر بمد يده. يا جماعة ماناش حابين تروح الأمور بزاف، خلونا نحل المشكل، لأنه هو متأكد أنه قضية صنصال لو تتحل تطفى الجمرة، تطفى الجمرة. هذا هو نتمنى أنه توصل الرسالة لمن يهمه الأمر.